باكج رونالدينيو لازم يطلع فيه رونالدينيو، فيلا بينا نفتحوا الباكجات تاني على الباكج ده. عملت كوين كمان، يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم. يا نهار ابيض، تي بي مش ايبك. طب وبعدين طيب يا كونامي، وبعدين يا كونامي هتفتري لحد امتى؟ ما تجيبليش من 900 يا كونامي، حرام عليك ارحمينا والله يا جماعه، عيب اللي احنا بيحصل فينا ده والله. 900 كمان، يكشيتي في المره دي، يكشي تفلح المرة دي بيجي حد المرة دي. يا الله يا الله، حارس مرمى، يا رب تقلب يا رب تقلب، ما قلبتش. يا سلام يا سلام، اقعد لف بالكورة يا اليسون، لف الكورة يا اليسون، ما انت مش شايل هم حاجة. بما ان بقى الباكج ده مش نافع، فهنجرب الباكج ده بريد، فتحوا بميات كده في حساب مش كتير يعني، ويلا بسم الله مفيش حاجة. وتاني فتحة وبسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا ولي الصابرين، ده فيها شطيم شكله كايسيدو، وبالفعل هو كايسيدو. وايه الحظ ده يا جدعان، ايه الحظ ده؟ يفيدني جدا لان اللاعب ده جه في حساب تحدي، انا وصاحبي عاملين تحدي ضد بعض، حد فينا هيبني حساب من الصفر وهنلعبه في الاخر ماتشين كده، واللي هيكسب التحدي هيدي حساب من عنده للتاني. كل واحد بادئ بلاعب بوستر شو تايم هو ميسي، وصاحبي بادئ بباجيو ال107، وفي الحساب ده انا طلع لي كايسيدو، ويبقى كده انا متقدم في اللعيبه المش مجانيه، وده هيفيدني جدا في ان تقريبا يعني على كل لاعب بوستر غير مجاني هيبقى عليه 5 نقط. ان شاء الله اعمل فيديو عن التحدي ده وعن ماتشين النهائيين وعن التشكيلتين. نرجعوا تاني لباكج الهباب، فتحنا في الحساب ده 6 فتحات وما طلعش حد هيجي في فتحه السبعه ولا لا، ومش هيجي للاسف. انا تعبت والله من الباكج ده، الباكج يعني فتح 15 فتحه، تفتكر طلع لي؟ لا ما طلعليش اي حد حل جبت باكج بريميوم، وفي الاخر باخد خوازيق، لقيتني جبت المضمون وخلاص. انا استاهل يحصل لي ده؟ كنت اجيب باكج كريستيانو وخلاص، باكج مبابي، حرام كده اللي بيحصل فيا. والفتحه ال134 يعني كده صرفنا تقريبا 17 او 18 فتحه وما طلعش حد. انت متخيل معايا؟ يعني ده تقريبا تالت باك أسس عليه كويس وميطلعش حد، حرام والله، حرام يا كونامي ارحمينا يا شيخ. متعمليش معايا كده، لان انا مش هشحن. اليوتيوبر اللي بتعملوا معاهم كده بيشحنوا وبيجيبوا اللعيبه في الاخر، انا ما بشحنش، حرام. انا 17 فتحه والفتحه 18، تفتكر هيطلع حد؟ تفتكر هيجي حد يا عم؟ ولا الهوا والله ما هيجي حد كده، ما جاش من الاول. انت قاعد تصرف لك اكتر من 5000 كوين، وانا الحمد لله ما بشحنش ومش هشحن. هبقى مغفل زي الناس اللي بتصرف مبالغ على اللعيبه دي، لان اللعيبه في الاخر تنزل اقوى منها، واللعيبه ممكن ما تأديش معاك الاداء اللي يناسب الفلوس اللي انت دفعتها، وممكن ما يجيلكش اللاعب اللي انت عايزه، يجيلك اسوأ لاعب في الباك، ويجيلك لاعب هينزل مجاني الناس كلها هتستخدمه وانت تصرف عليه فلوس. تخيل انا فاتحه في الحساب ده، فتحنا 7 فتحات ما طلعش حد، هل هيجي من الفتحه دي؟ انت كده بتحلم وعندك طموحات عاليه، وانت مش هتعمر مع كونامي. والله مهما هتحاولي ما هشحن في اللعبة دي، مش هشحن فيها ريحي. والله بيجيلي ان انا هشحن وكده، ولكن لا مش هشحن لانك لعبة في بالي. فاضل 7 دقايق والباكج يروح، فاضل 7 دقايق وما تعيش رونالدينيو. والله هعيط انا زعلان فشخ. انا يا رب يا رب بيك تايم بقى، يا رب يا ايبك. طب كاكا، طيب كاكا انا راضي يجيلي كاكا. يا نهار ابيض، انا عارف انك هتجيلي، عارف يا كافو انت هتنزل مجاني كمان كام شهر يا كافو، بس مش وحش، بس الحمد لله والله الحمد لله. تعالي بقى كده انا طالع باتنين لعيبه من الباكج ده، وانا صرفت التحويشات في كل الحسابات، يعني ما طلعش الا في حسابين بس. الحمد لله والله يا جدعان، الحمد لله طلعنا باقل الخسائر وطلعنا بكفو في الحساب ده. الحساب ده اصلا من زمان معايا ومنحس في الحظ، مفيهوش غير كرويف واوديجارد بس، وطلع له النهارده كافو. طورنا كافو كده ونزلهولي مكان المعلم ارضا، ويا رب ما تنزلش مجاني يا معلم. انا هو حلو والله وجامد، ولكن مش حاجه تنزل مجاني، اهم حاجه ما تنزل مجاني. ولكن الحمد لله على كل حال، ويضرب له كده البوسترات حلوه. تعالوا الفيزيكاليتي اكيد مش هيوصل ل 106، هو بيوصل 106 مع مدرب بوستر محترم. الحظ في الفيديو ده نوعا ما كويس، طريقه يسير طلع لي كاف، وكان نفسي في رونالدينيو الفيديو ده، ولكن الحمد لله مش مسلم انه يطلع لنا، ويطلع لنا ان شاء الله لعيبه احسن منه. اعمل لايك وفولو كده بقى عشان تشجعنا اكتر في تنزيل فيديوهات، وتشجعنا اكتر اننا نستمر في اللعبه بنت 60 كلب دي. اعمل لايك بقى واعمل سبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس، وهتلاقي التيك بتاعي في الديسكريبشن، وهتلاقي قناة الواتساب اللي بينزل عليها كل حاجه بيزو فيفا في الديسكريبشن برضو. بس كده، اشوفكم الفيديو الجاي.